السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس. جبت لكم اليوم مربى الفراوله ولا معجون لافخاز اللي راح يكون بزاف بنين وسهل، ونعطيكم السر اللون تاعو والحبه. شوفوا كيفاش قعدت لنا، ما تحرحرناش كامل. نديروه نخدموه للتحليات تاعنا. كاين اللي يديروه للتحليات لي تشيز كيك. سورتو المبتدئات، كاين بزاف مبتدئات يخافوا يديروا المعجون. معناتها راني جبته لك بطريقه سهله وبالوقت سوا. الا راكي جديده معايا على قناتي نقول لك مرحبا بك عند ام ويلام. ديري لي جيم وديري لي ابوني، فعلي الجرس باش يلحقك كل جديد. تبعي معايا لا فيديو حتى الاخر. هنايا واش عندنا كميه تاع لافخاز، دوك نوزنها معاكم. انني نوري لكم هنايا في لافخاز اللي ما تكونش طريه، تكون حاكمه روحها. الا حبيتوا المعجون تاعكم تاع حبات كيما درتو انا، ديروا الحبه حاكمه روحها بيان. ويلا حبيتوه محرحر زعما طيبوه بعد ترحوه، ولا كاين يقطعوا دي كاغو وطيبيه ويجي هكاك حبات صغار كيما تحبي. هنايا راني حنوزن معاكم باسكو انايا شريت قريب 2 كيلو وكلاولي منها، دونك نعاود نوزنها قدامكم. هاي ليك هنايا كيلو 37. دوك نديرو السكر تاعنا، عفوا نديرو السكر تاعنا نوزنوه قيس 800 غرام سكر. الخطره اللي فاتت كانت عندي لافخاز، درت المعجون تاع لافخاز كان عندي 900 وشويه، قريب كيلو. درت فيه 700 غرام تاع سكر. ما نديروش كيلو بكيلو باسكو حيجينا بزاف حلو ويجي ثقيل، غير تاكلي من غير فمنو راح يقهمك. هكذا انا راني جاني 800 وشويه، دوك نقص شويه قسم ما يلحق لي 800. هنايا نحو الميزان تاعنا بجيه ونبداو نخلطوا في هذيك لافخاز والسكر، نخلطوها بيان حتى هذيك لافخاز تدخل لنا كامل، تترمد بيان بالسكر هكذا. ومن بعد نخلوه يبات ليله كامله. هي من جهه ماشي ليله كامله، مليح 24 ساعه. الوقت اللي درتوه السكر مع لافخاز، هذاك الوقت اللي نبداو نطيبوه فيه. هنا نغطوه بابي فيم ونقعدوا ساعه على ساعه نخلطوه ونشوفوا الى تلق الماء تاعو باش هذاك السكر كامل يذوب لنا هكذا. كما قلت لكم نخلوه 24 ساعه. هاوليك هنا بعد ما بيت وخليته 24 ساعه، هاوليك تلق لي كامل هذاك الماء هكذا. نخلطوه هكاك وقعد لي شويه سكر من تحت هكذا نخلطوه. هنايا نحن عاود لكم، انا كان عندي كيلو 737 عفوا كيلو 37 غرام، درت فيه 800 غرام تاع سكر. ان شاء الله تكونوا فهمتوني. هنا نحكموا الطنجره تاعي، نديرو فيها لافخاز تاعي هكذا. شوفوا بيبان لكم بلي قعد لي شويه سكر، بصح دوك يذوب كامل هكذا. نكملو نفرغوه كامل. هنا نزيدو عليه 2 ملاعق كبار تاع عصير الليمون هكذا. انا كان عندي في كونجيلاتور على بيه جبدته بجيه وخليته يذوب شويه. درت 2 ملاعق كبار تاع عصير الليمون، وهو ماده حافظه وراح يخلي لاصوص تاعنا تتقالنا شويه هكذا. نحطوها فوق النار متوسطه، ما تكونش النار قويه، ونخلوه يطيب غير بالعقل بغردو. ما نغطوش الطنجره تاعنا من الفوق باسكو راح يفيضنا هكذا. دوك نخلوه حتى يغلي. هنايا بعد ما غلى عليه هكا نبداو نحو في هذوك الشوائب اللي من الفوق تاع لافخاز اللي ما حين يخلونا المعجون تاعنا يقراص لنا تمتم. نحي كامل هذيك الرغوه اللي من الفوق هكذا. ما لازمش تخلوها باسكو هي اللي راح تخلي لكم المعجون تاعكم ماوش راح يطول. يشد لكم يا ربي سمانه يقراص لكم. معناتها نحو كامل هذيك الرغوه اللي من الفوق، يعني هما الشوائب تاع لافخاز هكذا. كوما يغلي نحيهم. اللي يحب المعجون تاعو يجي شويه خفيف ماشي داك ثقيل فريمون، يخليه كي يبدا يغلي يحسب له مده 20 دقيقه 25 دقيقه،
ويطفي عليه. والقوام تاع المعجون ما يكونش راح تعرفوه كي يكون هكا سخون. نطفوا عليه مدة 25 دقيقة. شوفوا القاو حتى يبرد شوية. شوفوا إلا عجبكم في الاخر تاعو كان خفيف شوية، إلا حبيتو هكاك خلاص حبسوا، وإلا ما حبيتوهش خلوه مدة 30 دقيقة. أنا خليته مدة نص ساعة هو يغلي. وراكم شفتوا القوام كيفاش خرج لي. اللي يحب يجيه كيما أنا يخليه مدة 30 دقيقة. وكاين الناس يحبوه شوية خفيف هكذا. هكذا بعد ما يغلي لي أنا نحي هذوك الشوائب وهو يغلي، وأنا نحي هذيك في هذيك الرغوة. هنا كنت قويت له من بعد عاودت نقصت الفرن تاعي. شوفوا هنا كيفاش مازالوا خفيف. قلت لكم انا خليته مده 30 دقيقه. خليته غلا مده 30 دقيقه على النار متوسطه. شوفوا كيفاش القوام تاعي انا حبيته هكا ثقيل. واللي حباته خفيف شويه عدا ديالي كيما قلت لكم يجوز عليه 25 دقيقه. نطفوا عليه بعد ما غلا 25 دقيقة، نطفوا عليه نخلوه يبرد. تما شوفي القوام إلا عجبك، إلا ما عجبكش زيدي شعلي عليه حتى 30 دقيقة. هذا هو. وهاوليك المعجون تاعي راه واجد. تكون إن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة تاعي تاع اليوم. ديروا لي جيم البنات وديروا لي ابوني، ابعثوا لي كامل تطبيقاتكم. نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفات رمضانية ان شاء الله، ونقول لكم سلام.